اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، صباحكم مليان خير ورضا وامل وتفاؤل واطمئنان وراحه بال. جوزي بيقول لي انت مهمله فيا. بقول له مهمله فيك ازاي؟ بيقول لي انت ما بتعمليش الاكل اللي انا بحبه واللي انا عايزه. فقلت له ليه؟ قال لي في اكل كتير انت ما بتعملوليش وانا نفسي فيه. فقلت له طب ما تقول لي على الاكل اللي انت نفسك فيه. بيقول لي انا نفسي في صينيه بطاطس. قلت له بس كده؟ قلت له عايزها باللحمه والفراخ. قال لي على اللي انت تعمليه، اهم حاجه انا عايز صينيه بطاطس كده من ايدك احب اكلها. قلت له بس كده من عينيا، وهعمل لك معاها كمان احلى صينيه رز معمر ممكن تدوقها في حياتك. تعالوا بينا نعملها بطريقه سهله وبسيطه وكمان في منتهى السرعه. يعني مش هنقف كتير في المطبخ في الحر ده. غسلت الرز بتاعي وحطيته في الصينيه كمان. وكمان مستوى الرز كان تقريبا كده تلتين، تلت الصينيه. وحطيت عليهم الملح، وكمان هحط شويه زيت وقلبته تقليبه كده عشان الرز بتاعي يكون مفلفل. حطيت شويه زيت عشان الفلفله يعني. وحطيت كمان اللبن. اللبن كان اعلى من الرز بالظبط بنص سنتي. كملت بقيه اعدل الرز. ميه عاديه من الحنفيه. هو طبعا الرز سخن، اللبن سخن. فايه زودت كده تزويده بسيطه. وطبعا بقى علشان نخليها طعمها حلو ولذيذ وتديني وش روعه، حطيت عليها كده معلقتين قشطه ودخلتها الفرن. تعالوا بقى لصينيه البطاطس. صينيه البطاطس عشان تبقى مظبوطه معاكي تقللها بالثوم، او تعملي الطماطم بتاعتها تسبكي لها بالثوم. انا بقى انا بقى علشان اعمل له احلى صينيه بطاطس ممكن يدوقها في حياته، عملتها بالطريقه الفظيعه دي، خفيفه جدا وسريعه وبسيطه. حطيت كام فص ثوم كده فرمتهم وشوحتهم يا دوبك لسه هياخدوا لون. هنزل على طول بالبطاطس بتاعتي، بس بديها تقليبه كده علشان الثوم بيتحرق بسرعه، فخلي بالك. هنزل بقى بالبطاطس بتاعتي وادي لها تشويحه مع الثوم. بصي، طعم جبار وريحه تحفه. اخف واجمل صينيه بطاطس ممكن تاكلها في حياتك. نزلت كمان بصلايه بصلايه مقطعه حلقات ورفيعه. وكمان نزلت بالتوابل بتاعتي، فلفل اسود وكمون، وكمان شويه بهارات مشكله. وخلاص كده، وكمان شويه بابريكا علشان يظبطوا الطعم معانا، وشويه كزبره كده عشان ايه، ندلع كده صينيه البطاطس. اديتهم تقليبه بقى في التوابل. ونزلت كده بالصلصه بتاعتي. طبعا لازم تكون الصلصه هنا متسبكه، او الطماطم تكون متسبكه. وكمان حته بنجرايه كده عشان تعزز لي اللون وتعزز لي الطعم بتاعها. هغطيها بقى لحد ما تبتدي تستوي. وهنزل عليها بقى، عندك بقى لحمه مسلوقه، عندك سلقتي لحمه. انا بقى عشان سلقت اللحمه كتير معاكم قبل كده، فنزلت ايه باللحمه بتاعتي على طول كده في صينيه البطاطس. هديها تقليبه واظبط القعد بتاعها او الميه بتاعتها علشان ادخلها بقى الفرن. وكمان ما تنسيش الملح، انا حطيت الملح في الاول خالص. وكمان بقى البصليه اللي بتحطيها في الشوربه دي تحطها معاها، مديها طعم جبار. وقطعي اللحمه قطع صغيره، ما تخليهاش كتل كبير يعني قطع كبيره، علشان تديها طعم احلى. وكمان بتبقى متوزعه في الصينيه كلها فبترتاحي بعد كده. هظبط بقى الميه بتاعتها وادخلها الفرن. بس ايه، نسيت ان انا احط عليها الفلفل، فطلعتها تاني وحطيت عليها الفلفل. الفلفل انا حطاه حراق. لو حابه تحطي بارد حطي. دخلت صينيه البطاطس، وطلعت بقى صينيه الرز. شايفين الجمال؟ بص، قوام لون تحفه، وكمان طعم يجنن، والرز مفلفل ورهيب. تعالوا بقى لصينيه البطاطس بعد ما طلعت هي كمان واستوت. حاجه كده جباره فظيعه، طعمها تحفه وريحتها تجنن. وكمان لو حابه تعمليها بالفراخ هتبقى كمان اطعم واطعم. قلت له كده انت تمام، كده ما مش مأهمله فيك، عامله لك الاكل اللي بتحبه. تعالى بقى ندوق ونشوف طعمها عامل ازاي. بصي، ريحتها جباره واللحمه مستويه وكمان الرز مفلفل وجميل. كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب المطبخ سمسم عشان يوصلك كل فيديوهاتي. وكمان ما تنسونيش في كومنت لذيذ من كومنتاتكم الجميله. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. شايفين الرز مفلفل وجميل ازاي، وكمان البطاطس مستويه وطعمها يجنن وتحفه. جربيها وقولي لي رايك في ايه في التعليقات. اخف صينيه بطاطس ممكن تاكليها في حياتك، خفيفه بطريقه جباره، هتاكلي منها ما تشبعيش وهتدمنيها. وهتعمليها بنفس الطريقه كل مره هتعملي فيها صينيه البطاطس. حاجه كده جباره وفظيعه. الرز مستوي وجميل، وكمان البطاطس تحفه. يلا جربوها وقولوا لي رايكم ايه في التعليقات. وكمان ما تنسوش تعملي لايك وشير وسبسكرايب للمطبخ سمسم عشان يوصلك كل فيديوهاتي. واتمنى دايما ان يكون الفيديو عجبكم. جربوها مش هتندموا، طعمها يجنن. يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد. باي.